الحمد لله لقينا مدحت بدعوات كل المصريين وبنخوة المصريين والاخوه العرب وكل الناس اللي شيرت الفيديوهات وكل الناس اللي سألت عليه في كل مكان. اللهم لك الحمد والشكر. امه اطمن قلبها وهتنام مرتاحه وكلنا هننام مرتاحين. الموضوع خلص يا جماعه الحمد لله رب العالمين. خلاص طلع كان مسجون في السنتر بتاع 91. زي ما انا عرفت ان هو عبده بتاع الباركيه هو في حد تواصل معاه وقال ان هو كان موجود في السجن معاه بقاله فتره وكان مسجون بقاله 45 يوم واتجددوا. فالحمد لله رب العالمين الواحد كده ينام وهو مستريح. نقول للناس كلها شكرا، شكرا على النخوه، شكرا على الرجوله، شكرا على ان احنا واقفين في كتف بعض. احنا ورينا الناس كلها احنا المصريين في ثانيه واحده ممكن نعمل ايه. بنقف جنب بعض حتى لو في اختلافات، حتى لو في مشاكل. الحمد لله رب العالمين احنا ناس صافيه وقلوبنا صافيه مع بعض. بشكر كل الناس اللي عملت فيديوهات، بشكر الناس اللي عملت مشاركه للفيديو. شكرا وربنا يطبطب على قلب امه وعلى كل الامهات اللي ولادها في الغربه، ونعود يا رب لبلادنا سالمين غانمين. شكرا الحمد لله رب العالمين. مساء الفل.